اتفرجت على فيلم ذا منيو، فتعالوا نتكلم عنه وعن الحلو وعن الوحش واللي عجبني واللي ما عجبنيش في الفيلم. فيلم ذا منيو بيتكلم عن مجموعة من الناس اللي يعتبروا نقاد للأكل، بيروحوا لجزيرة عليها مطعم جديد من شيف مشهور حول العالم. بيكون بيعمل طريقة معينة لتقديم الطعام بشكل مختلف، لكن هيكون في غموض كتير جدا في خلف الكواليس، حاجات بتحصل الناس نفسها مش فاهمة ايه اللي بيحصل، وبنكتشف الشيف ده وراه ايه. الفيلم بتاعنا ريتد ار لمناظر دموية ولغة قاسية. انا اتفرجت على الفيلم ده وبصراحة انا اتفاجئت منه جدا. يعتبر من الافلام اللي كانت مفاجأة بالنسبة لي في السنة دي كلها، لان انا مكنتش متوقع منه كتير. كنت الاول هتفرج عليه وانا مستني فيلم عادي جدا، مش شايف انه اي حاجة، لكن القصة فعلا فاجأتني جدا، وتبان انها قصة بسيطة لكن وراها حاجات حلوة قوي. فهتكلم عنه وهتكلم عن اللي عجبني واللي ما عجبنيش. بس قبل ما نبتدي متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ويلا نبتدي. طيب تعالوا نبتدي بأول حاجة عايزة أتكلم عليها عن الفيلم ده، وهو القصة بتاعته تبان بسيطة جدا في الأول، تبان إنها متوقعة، تحس إنك فاهم كل حاجة هتحصل، تحس إنك حاسس إنك عارف الموضوع هيمشي ازاي، لكن بعد كده بتتفاجئ جدا باللي بيحصل. انا بالنسبه لي الفيلم ده من اكتر الافلام المفاجاه السنه دي، لان انا كنت عارف ان الفيلم ده هيبقى حلو، كنت شفت له مراجعات قبل ما اتفرج عليه، بس كنت متوقع ان هو هيبقى حلو عادي، مش حلو للدرجه دي، القصه هتمشي بالطريقه اللي هي ماشيه بيها دي. فهو مش فكرة ان هو متوقع، هو فكرة ان هو مفاجئ جدا. في الاول بقى في الاخر على مدار القصة عامة، وايقاع القصة وطريقة حكيها كان شيء مهم جدا عشان يطلع الفيلم بالنتيجة الحلوة دي. لان الفيلم بيبقى في مكان واحد، ما بنتوسعش قوي، مش بيبقى في حاجات كبيرة. فالموضوع كان بالنسبة لطريقة الحكي والإيقاع إن هم يقدروا يمشونا في قصة زي دي بالفترة دي وبالوقت ده، من غير ما نزهق، من غير ما نمل، من غير ما نحس إن هم ابتدوا يهبدوا شوية في القصة، يعملوا حاجات ملهاش لازمة. فده اللي نجح فيه الفيلم بشكل كبير. عامة بيميل أكتر لناحية الفن بتاع الطبخ عامة، بيبقى فيه سيكونسز ولحظات بتبقى ممتعة بالنسبة لي، وهما بيعملوا الأكل عامة في المطبخ وكده. الموضوع بيخلوه الفيلم بيخليه بطريقة كده، مش بس ان هما بيعملوا الأكل، لأ، بطريقة فنية، بتبقى طريقة ممتعة ومثيرة للاهتمام انك تتفرج عليها. ده ياخدني للنقطة اللي بعدها، وهي نقطة السينماتوجرافي في الفيلم ده. زي ما قلت الفيلم ده بيبقى في مكان واحد، بنتوسع شوية لكن مش قوي، مش بيبقى فيه حاجات تدعي لمناظر. لكن الفيلم عامة ان السينماتوجرافي بتاعته حلوة جدا، فيها لقطات ومناظر انا برضو ما كنتش متوقعها من فيلم زي ده. السينماتوجرافي دي عامة بتدخلك في مود الفيلم، ولحظات اللي هي بيعملوا فيها الاكل، اللحظات اللي بيبقى فيها الفن بتاع الطبخ ده عامه، بتبقى هي اللي فيها اكتر عدد من اللقطات اللي شكلها حلو، وبتبقى مثيرة للاهتمام، مثيرة للعين كمان انك تتفرج عليه، ويدخلك في مود الفيلم عامه. طبعا لازم اتكلم عن الشخصيات والممثلين، لان هما برضو حاجات مهمة جدا في الفيلم ده. الفيلم ده كان محتاج اداء حلو من الممثلين، كان محتاج ان الممثلين يكون في ما بينهم كيمستري حلوة، كان محتاج ان الممثلين يكونوا بيعرفوا يأدوا مجهود كبير جدا في بعض المشاهد، عشان الفيلم مبقاش ممل، عشان في بعض الأحيان في حاجات مش بتحصل على طول. يعني لو كان الموضوع كانت الشخصيات مملة، لو كان الممثلين مش قد كده، كان الفيلم هيبقى ممل في بعض الأحيان. لكن اللي كان بيشيل الأوقات في بعض الأحيان هم كانوا الممثلين والشخصيات اللي مكتوبة بشكل كويس، أداء الممثلين فيهم، كل الحاجات دي هي اللي كانت بتخلي الموضوع ممتع ومثير للاهتمام، ومثير انك تعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. لان انت دلوقتي يعني لو شخصيات مش مهتم بيهم، هتهتم إيه اللي هيحصل لهم بعد كده؟ لا، مش هتبقى مهتم. فالممثلين كانوا حلوين جدا. انا تيلر جوي كشخصية الأساسية كانت رائعة بالنسبة لي في الفيلم ده. ما كانتش عجباني في امستردام، واصلا ما ظهرتش كتير في الفيلم ده، لكن هنا تقدر تشوف المجهود اللي اتحط في شخصيتها، الاداء التمثيلي بتاعها والكلام ده كله. كان شويه بلوت تويست على مدار القصه، اتكلمت ان هو مفاجئ، برضه البلوت تويست هتعجبكم. يعني مش بلوت تويست تتفاجئ منها، لكن في الاخر تحس ان هي كانت اوفر، تحس ان هي كانت مبتذل، تحس انك شفتها قبل كده.
الفيلم عنده قدرة حلوة جدا في انه يعمل لك بلوت تويست جميلة، وده يرجع للكتابة طبعا بتاع الشخصيات. وكان لازم برضو اتكلم عن الشيف الاساسي اللي كان اللي هو الكبير خالص اللي مالك كل الحاجات دي والمسؤول عن كل الكلام ده. الممثل بيأدي مجهود رائع جدا، الشخصية رائعة جدا، وفي اكتشافات كده تبقى عايز تكتشف الشخصية دي بتعمل كده ليه. يعني الموضوع مكتشف على مدار الفيلم وكل حاجة، بس تحس برضو انك عايز تشوف كده فيلم ليه الشخصية دي، تعرف كده ايه اللي حصل لها بالظبط، او تشوفه حتى لو هو اتحكى تشوفه تعرف بالظبط الشخصية بقت بالشكل ده ليه. وده يرجع لأداء الممثل، للطريقة اللي كان مكتوبة بيها الشخصية. فبشكل عام فيلم ذا منيو فيلم رائع جدا، من البداية للنهاية في سسبنس، في انتريج، في كده شد القصة ومعرفة ايه اللي هيحصل بعد كده. الشخصيات ممتعة، الممثلين أدائهم كويس جدا، والسينماتوجرافي بتاعت الفيلم بشكل مفاجئ حلوة جدا، في سيكونسز ومناظر هتعجبكم جدا وهتسيبكم مستمتعين على مدار الفيلم. وانا اديله 9 من 10. انا كنت لو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وتكتبوا لي ايه الافلام او المسلسلات اللي حابين اتكلم عنها الفتره الجايه. عندنا حاجات كتيره جدا هنتكلم عليها، مسلسلات وافلام نزلت الفتره الاخيره وهتكلم عنها، فما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه وتشوفوا فيديوهات تانية هحطها لكم في الديسكريبشن ومراجعات لافلام تانية. وسلام.